السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن كامبين الlead generation على فيسبوك، وإمتى نستخدمها سواء كlead form على فيسبوك ذات نفسه، وإمتى نستخدم كمان الlanding page. هنذكر مثالين في الحتة دي، أول مثال هيكون عن عميل عقارات، وتاني مثال هيكون عن عميل تشطيبات، وهاقول لك إيه الفرق بين كل واحد والتاني في خلال الكامبين اللي إحنا كنا شغالينها، وكمان إيه الإعدادات اللي داخل الكامبين ذات نفسها اللي فرقت معايا بالأرقام. بس استنى يا صديقي أقول لك حاجة، أنت اشتركت في القناة والّا لسه؟ المفروض إن أنت تشترك في القناة، وبعدين يالّا نبدأ الفيديو، ببسم الله الرحمن الرحيم. بُص يا صديقي، الفرق بين إن أنت تشتغل lead form على فيسبوك ذات نفسه، وبين إن أنت تشتغل على الlanding page، هنا هنستعين بالمثالين اللي إحنا كنا قُلناهم في الأول، هو عميل العقارات وعميل التشطيبات. لو أنت مش عايز ببساطة الناس تطلع من على فيسبوك، أو أنت ما عندكش ويب سايت أو landing page كمان بالتحديد، فالأحسن إن أنت تشتغل على الlead form على فيسبوك ذات نفسه، ما تطلّعش الناس منه. لكن لو أنت عندك landing page وهي كويسة وأنت متأكد إن هي بتconvert معاك كويس، ساعتها الlanding page هتكون وسيلة إقناع أكتر من الlead form ذات نفسه على فيسبوك. تعالَ نذكر المثالين. أول حاجة هو عميل العقارات، كان في عميل عقارات إحنا كنا بنشتغل معاه، وبعد ما إحنا قعدنا واتكلمنا معاه أكتر من مرّة وفهمنا المنظور بتاعه هو شايف إيه أو باصص على أنهو اتجاه، عرفنا إن هو عايز بيانات بسيطة جدًا من العميل، بعدها الsales يتواصل مع العميل ويقدر يقنعه. الوحدة نوعًا ما كانتش غالية كتير، وكان في كمان سداد على كذا سنة، وكمان المقدم ما كانش كبير، فإحنا بالنسبة لنا مش محتاجين عميل اللي هو class A يعتبر، ولكن عايزين بيانات بسيطة جدًا للعميل زي الاسم وزي رقم التليفون وزي وظيفته. وبالمناسبة هنا وظيفته إحنا مش بنستخدمها كفلترة، إحنا بنستخدمها عشان لمّا الsales بس ييجي يتواصل مع العميل يعرف هو بيتواصل مع مين بس، لكن هي مش فلترة معانا، فبرضه دي قُلنا نذكرها. هنا إحنا اشتغلنا وكمّلنا على الlead form على فيسبوك ذات نفسه، رغم إن إحنا في الأول جرّبنا الlanding page، ولكن لقينا الquality بين الlead هنا والlead هنا متقاربة جدًا، شبه ما فيش فرق، بس الlanding page أغلى 4 أضعاف بمعنى الكلمة، فهنا التكلفة كانت غالية جدًا إن أنت ما تستهونش بيها. فعشان كده لازمًا تخلّي بالك بين الquality وبين إيه اللي بيجيب لك. في حاجة كمان لازمًا يا صديقي تبقى حريص عليها، وهو إن ما فيش حاجة اسمها الland بتاعتك بتجيب لك أفضل، أو الlead form على فيسبوك هو اللي بيجيب لك أفضل. في نقطة الlead generation في الأغلب الاتنين ممكن تلاقيهم متقاربين، ولكن هنا تجربتك أنت هي اللي هتقول لك إيه الأفضل. تعالَ نروح لعميل التشطيبات عشان نضرب مثال عليه هو كمان. عميل التشطيبات كان يختلف هنا عن عميل العقارات. طيب يا يوسف كان يختلف في إيه؟ زي ما إحنا قُلنا عميل العقارات كان يا دوبك عايز رقم التليفون وعايز اسم العميل طبعًا والوظيفة، وقُلنا إن إحنا مش بنفلتر بيها، حاجات بسيطة جدًا يعتبر موجودة في أي lead form. طيب التشطيبات هنا كانت الدنيا تختلف، أول حاجة كان بيشتغل ببادجت معيّنة، تاني حاجة كان بيشتغل في أماكن معيّنة زي الشروق ومدينتي وكام مكان قليلين جدًا، تالت حاجة بيشتغل على مساحات كمان معيّنة، يعني ليه minimum budget وليه minimum كمساحة كمان تتخطى ال150 متر، وبالتحديد كانت 155 متر، أقل من كده ما كانش بيشتغل، ولو حاجة وقعت من ال3 شروط دول ما كانش بيشتغل، هو بالنسبة له دي مش مناسبة معاه، سواء في مكان برّه الأماكن بتاعته أو كمساحة أقل من المساحات اللي محددها أو كبادجت أقل من البادجت اللي محددها. وكمان البادجت ما كانتش صغيرة هنا، رغم إن هو ده اشتراك بس ما كانتش صغيرة بالمرّة. فعشان كده العميل ده كنا لازمًا الform بتاعته سواء كlead form على فيسبوك أو كform في landing page في الآخر، لازمًا كانت هتبقى أكتر من عميل العقارات. في ناس ممكن تكون معكوسة معاها، يكون عميل التشطيبات بالنسبة لها أكتر، ده مش مهم، الفكرة أنت بتفلتر بإيه، العميل بتاعك أو أنت شخصية محتاج تفلتر بإيه. بعد ما بتحدد اللي أنت عايله، ده اللي أنت بتنزّله في الفورم، طلع 1 طلع 2، طبعًا هو مش هيطلع 1 في الأغلب، بس الminimum بتاعك هيكون 3 أو 4، واللي أنا شايفه كmaximum هيكون 7 أو 8، 7 و8 كتير، ومش أي عميل هيملا لك فورم فيه 7 أو 8 خانات، ولكن ده على حسب الfiltration بتاعك أنت. يعني برضه يا يوسف دلوقتي أعمل الlead form على فيسبوك والّا أعمله على الlanding page؟ بُص يا صديقي، حاول تجرّب الاتنين، لإن فعلًا نتيجتك ممكن تكون مختلفة عن أي نتيجة. أنا بالنسبة لي تكلفة الlead form على فيسبوك كان أقل تكلفة في معظم الأحوال اللي أنا جرّبتها من على الlanding page. كمان في عميل بيكون في وقت الlanding page بتاعته مش جاهزة، الweb site بتاعه مش أحسن حاجة، وزي ما أنت عارف الweb site مشكلته إن أنت لمّا بتيجي تشتغل conversion أو traffic، طبعًا هو في الأفضل بيكون conversion، بتلاقي إن العميل دخل لك على الويب سايت وعمّال يلِف في الويب سايت وبعدين خَد بعضه ومشي وخلّصنا على كده، ففي الأغلب إحنا بنشتغلها على landing page.
في أوقات كتير الlanding تكون مش جاهزة أو مش كفاية أو مش كويسة أو فيها أي حاجة ما ينفعش إن أنت تشتغل عليها، فساعتها أنت بيكون قدامك الاختيار بنسبة أكتر من 90% إن أنت تختار lead form على فيسبوك، ساعتها بتجهّز الcreatives بتاعتك كويسة جدًا، ورقم 1 إن أنت تتوكّل على ربنا. طيب برضه يعني يا يوسف أعمل الform 3 أسئلة والّا 8 أسئلة؟ اعمل يا صديقي الform بالfilter اللي أنت عايزه، بالمهام المهمة بالنسبة لك أنت، أنت وليكن لو قُلنا إن أنت بتشتغل على مساحة 150 متر زي ما ذكرنا على التشطيبات، أقل مساحة ليك 155 متر عشان تشتغل في شقة وليكن، يبقى من ضمن الfilter بتاعك إن أنت هتكون حاطط أو من ضمن الخانات بمعنى أدق إن أنت هتكون حاطط إن أنت مساحتك 155 والّا أقل والّا أكتر، وفي حالة أكتر بيتفتح له هي كام بالتحديد عشان يكتب بإيده هي مساحته كام، فأنت شوف إيه الحاجات المهمة بالنسبة لك، كل حاجة منهم هتنزل في خانة عشان تعمل الfilter بتاعك مضبوط، ما تاخدش copy paste ولا تحفظ من أي حد، وده طبعًا ولا في campaign الlead generation ولا في أي campaign. تعالَ نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنروح على create، هنختار طبعًا leads وبعدين continue manual. أنا في الأغلب لحد دلوقتي أي حاجة تبع فيسبوك يعني بنسبة أكتر من 80% ما زلت باعمل الmanual، مش باختار الrecommended أو الadvantage أحيانًا باختارها عشان برضه الحتّة دي كان في أكتر من حد قال لي عليها في الحسابات الإعلانية اللي شغّالة بقى لها فترة مش جديدة، الحساب ده جديد، باشوف إن أفضل حل ليه هو manual أو دي تجربتي أنا بمعنى أدق، إن أنا يعني باميل للmanual أكتر. فcontinue مش فارق معانا الاسم، كل الكلام ده عادي خالص، وبعدين next على الleads بنختار instant forms. هنا في الأغلب لمّا بتيجي تختار صفحة عشان سياسات فيسبوك، فلازمًا تعمل في الأول view terms وبعدين بتعمل I agree، كده أنت ما قريتهاش وأنا ما قريتهاش وإحنا عارفين كده، بتلاقي الerror ده راح من عندك، وبعدين بننزل كل الكلام ده عادي خالص في الcampaign، بتحط الlocation اللي أنت عايزه، الadvantage بتسيبها أو بتعمل switch original audience. أنا باميل زي ما قُلنا لحتّة إن أنا الadvantage في الأغلب باكون قافلها، خصوصًا في الحسابات الجديدة، ما باخلّوش يشغّل دماغه خالص، أنا أدرى يعني بالحسابات الجديدة، الحسابات القديمة هو بتكون معاه في أوقات كتير يعني بتكون كويسة، سواء في فيسبوك أو غيره على فكرة مش فيسبوك بس، يعني في العموم الحساب لمّا بيكون عليه data دي بتكون حاجة في مصلحتك وكبيرة جدًا. بعدين next أو new leads بتنزل بتختار الpost اللي أنت عايزه، وبعدين بتعمل create form. أول خطوة في الform بيقول لك more volume والّا higher intent والّا rich creative. هو ببساطة الmore volume دي الطبيعي واللي أنت بتختاره اللي هي بيسجّل بسرعة جدًا، ولو مسجّل بيانات كمان بيتعمل لها autofill اللي هو بتتملي يعني زي تلقائيًا. ده الmore value واللي أنا باختاره عادي خالص ما فيهوش أي مشكلة. الhigher intent الفكرة إن هو هنا بيعمل له زي review إن هو بيراجع بعد ما العميل يسجّل بياناته، بيراجع بيreview على البيانات بتاعته وبعدين بيعمل confirm عليها. دي يعني خطوة إضافية فقط. والrich creative بيكون فيها تفاصيل أكتر عن الproduct بتاعك، عن الخدمة بتاعتك، عن يعني هنا حتى فتح صورة، إن أنت بتحط صورة يعني بيخلّي الدنيا إيه، فيها شكل أفضل أكتر. أنا بالنسبة لي الmore value كويسة جدًا، ما أثّرتش في حاجة يعني. وبعدين بالnext في نقطة مهمة جدًا، إحنا كده ماشيين في الإجراءات عادي خالص، هنحط الheadline بتاعنا وهنا بنحط الdescription، ولكن النقطة المهمة واللي فرقت في الأرقام بتجربتي مع الlead form بنسبة تتخطى ال20% كانت تقرّب على الربع، وهو لو جينا هنا عند الsetting هنا بكل بساطة بيقول لك الsharing باعمل له restricted، ده automatic من فيسبوك، هو عامل على الاختيار ده، بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا أعرف إن في واحد صديق ليّا عايز حاليًا يشطّب شقته، فأنا شُفت إعلان تشطيبات، فلمّا آجي أعمل له share بيروح له ما بيفتحش، خدت بالك؟ يعني أنا دلوقتي باشيّره مع حد تاني، الform أو الإعلان باشيّره مع حد تاني، لمّا ييجي الحد التاني ده يدخل ما بيفتحش، يبقى أنا المفروض الطبيعي باخلّيها open. أنا عايز أقول لك هو تغيير بسيط، التغيير ده زوّد أرقام بنسبة بالضبط 23%،
فأنت متخيّل طبعًا الرقم مش صغيّر إطلاقًا، فبتخلّيه open اللي هو عادي your ad can be shared and anyone can submit this form. أي حد بتقدر تشيّر معاه الإعلان وبيقدر هو يsubmit الform ده بكل بساطة. فأنت ما تنساش إن أنت تعملها open عشان النقطة دي مهمة جدًا. الحاجات التانية دي مش مهمة بالنسبة لنا أوي، وبعدين باعملها done وبنكمّل في الإعدادات، بتحُط الheadline اللي أنت عايزه، وبتحُط الdescription، بعدين بتدخل على الخطوة اللي بعد كده، الإيميل بقى دي البيانات اللي أنت طالبها، سواء طالب الإيميل، طالب الfull name، طالب أي حاجة تانية من هنا، phone number، بتحُط كل اللي أنت عايزه من هنا، وبعدين بتnext، بتحُط الlink بتاعك. هنا الprivacy policy بتاعة فيسبوك وبتاعة أي منصة يعني حتى تيك توك وغيره، بيقول لك حُط link سياسة الخصوصية بتاعتك بما إنك هتلِم data من على المنصة دي، فبتحُط link الprivacy policy بتاعة الwebsite بتاعك، وبتكتب هنا أي كلمة على الlink اللي هو مثلًا آآ سياسة الخصوصية بتاعتنا أو أي حاجة يعني، وبعدين بتnext عادي خالص، هيقول لك الbottom اللي أنت عايز تخلّيه تحت ده، عايز تخلّيه go to website والّا عايزه يتصل بيك والّا عايزه يdownload file تبعك. أنا بالنسبة لي باخلّيه go to website عادي خالص، باحط link الwebsite بتاعي وباقول له view website والform بنسبة كبيرة خلص. الform أنا مش باشوف إن في حد بيواجه مشكلة وهو بيعمله، عادي خالص وحاجة بسيطة. أهم نقطة فعلًا دي اللي أنا باشوفها إن أكتر من حد بيهملها، هي حتّة الsetting اللي قُلنا عليها، تأكد إن هي تكون open مش restricted، وبعدين بتعمله done. ودلوقتي يا صديقي بعد ما شُفت الفيديو ما تنساش تقول لي رأيك، وما تنساش إن أنت تشترك في القناة، لإن لقيت إن معظم الناس بتتفرّج من غير ما تكون مشتركة، فما تنساش إن أنت تشترك عشان كمان تشوف الفيديوهات الجاية لمّا تنزل، وأشوفك الفيديو الجاي، سلام.